لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمدا نبيا ورسولا. حبيت أبدأ معاكم الفيديو بصوت الإذان يعني إذان المغرب. فسبحان الله يعني منظر الشارع والإذان وريحة رمضان هيك، يعني كأن عايشين أجواء رمضانية ما قبل رمضان. فكنت هيك يعني حبيت إني أصور هالمنظر وصوت الإذان والشارع والناس رايحة وجاية. كنت أشوف يعني هذه المناظر نفسها، يعني طبعا إحنا بنشوفها كل يوم، بس سبحان الله يعني إلها شكل تاني وبنشم فيها رائحة رمضان. فحبيت إني استفتح الفيديو بصوت الإذان. إن شاء الله يجي علينا رمضان وإحنا وإنتم بخير وفي أحسن حال يا رب العالمين. ف يعني فهين انا صورت لكم فيديو من الطبيعة برضو، فغير قطعة الارض اللي انا كل مرة بصور لكم منها. فهذه ارض بعيدة، كان يعني منظر ربيع كتير كتير حلو، ولو انه لسه ما بدأ الربيع. فكان منظر الزهور هاي الصفرة حلو كتير كتير، ومنظر الطبيعة. فالتصوير اذا كان التصوير حلو وجميل جدا، فما بالكم لما يكون يعني زهور وهوا هيك وصوت عصافير وطبيعة يعني ملموسة هيك بنحسها في الواقع. فسبحان الله خلق فأبدع، تبارك الله أحسن الخالقين. فكان هذا منظر كتير كتير روعة، فحبيت أصور لكم. طبعا هو الربيع يعني فعليا ما بلش معانا كويس. فمنظر هذا يعني سبحان الله، بعد الأمطار الأرض رويت طبعا، وعلى طول بتطلع الأزهار زي ما انتم عارفين، وتطلع الأزهار ونباتات الأرض المختلفة. فهين كان يعني زهور صفة سبحان الله كتير كتير، يعني مالية الأرض. مش هاي الأرض، كل الأراضي يعني طول ما أنا بمشي فبنشوف هاي نفسها الزهور. فهي كانت موجودة يعني من زمان، كل ما نطلع على الطبيعة بنشوفها، بس مش عارف يعني أنا بتهيألي كتير كتير يعني منتشرة بكثرة هالزهور هاي. فمنظرها كان كتير كتير روعة وجميل جدا. وهي شقائق النعمان برضو هاي يعني حلوة كتير. فأنا هيك حبيت إني أصور هالفيديو وتشوفوه معنا. وهي هين يعني خلصنا من الطبيعة فأجينا للمطبخ.
فهي زي ما انتوا شايفين، وبتعرفوا ان ابن احمد بحب هاي الاكل كتير كتير، شرايح اللحم الحمراء. فهو بيعملها شرايح رفيعة كتير، وبحطها بملحها، بتبلها بالملح، ما بحط عليها الا بس يعني ملح والفلفل الاسود. فبتطلع طيبة كتير كتير. وهو بحب يعملها هذا الأكل بإيده، بحبها كتير كتير. فهين بسيبها شوية طبعا على بال ما تستوي في الزيت. ففيديو فات مرة كمان صورت لكم إياه وهو بيعمل نفس الأكلة، فحط عليها روزماري. فهين ما حط يعني، لاحظ إنه بيحترق على طول مع الأكلة هاي، فما حطها، مع إنها بتضيف يعني طعم روعة كتير وطيبة كتير كتير مع اللحمة. فهين يعني بس ضاف الفلفل الأسود وملحها وبس. فهين طبعا بتركها يعني، ضل يقلب يقلب فيها. وبعدين لما يشوف انها بطلت تطرطش، او الطرطشة هذا اللي انتوا بتشوفوها بتخف، فبلاحظ انه يعني انها طبعا هو بيعرف انها استوت كيف، بطلع يعني قطعة منها على حلقتها، حتشوفوا كيف بطلعها. فهين انا يعني هين قبل ما يبدأ يعملها، طبعا هنا غسلناها شوي، وبعدين قطعها شرايح صغيرة. هي طبعا هي مقطعة، فبس يعني قلبها هيك شوي مع اللحم مع الملح، وبعدين بحطها في الزيت وبسيبها تتحمر براحتها. فهين قال لي يا ماما اعملي لي يعني انا عشان بعمل له الطحينية يعني بحبها كتير ان اعملها له طحينية. فبضيف عليها، هين بفحص اللحمة، طبعا هي لسه كانت ما هي مستوية، فبردها تاني على المقلاي وبسيبها تستوي شوي. فهي الطحينية طريقتي فيها، هاي الطحينية مع المشاوي طيبة كتير كتير. فأنا بعملها دائما، وهو بحبها، أولادي بحبوها يعني، دائما أعملها لهم مع الأكل. هي عبارة عن طحينية، وبنضيف عليها كمية مناسبة من المي، وبحركها لحد ما يعني يصير قوامها معايا مقبول هيك، ما تكون جامدة كتير ولا تكون يعني سائلة كتير. فببقى أضيف مي لما تصير معايا قوامها مناسب، زي ما انتوا شايفين هين. برضو بضيف كمان شوية مي عشان تصير سائلة شوي، تطرى معايا. يا بنات هذه والله طيبة كتير كتير، مع إذا ما كانش موجود عندكم حمص مثلا، حابين تاكلوا أي مقالي أو شوي، فهذه طيبة كتير مع الشاورما، مع اللحمة، مع أي حاجة فيها مقالي أو مشاوي. فين بعصر عصرة ليمونة عليها. طبعا هي الليمون بتحطوه حسب كمية الطحينية أو حسب الكمية اللي انتوا عايزين تاكلوها معاه. فهين بضيف شوية يعني تقريبا نص ليمونة إلا شوي. فبحرك على طول، هي بتجمد معانا لما نضيف الليمون، بتلاحظوا إنها راح تصير تفور معاكو، أو بتزداد كثافتها، يعني بتصير هيك بتحسوها حتى لو كانت سائلة شوي بتصير جامدة معكم. فهين بضيف سكر. السكر يعني مكون أساسي في هالوصفة، لأن بعطيها هيك طعم روعة كتير كتير. طبعا ضفت لقيت الليمون والسكر، فبضيف الملح زي ما انتم شايفين، بضيف الملح. طبعا الملح يعني ذوق شخصي. فبحرك كل المكونات مع بعض. فأنا يعني بعطيكم معلومة إنه إذا انتم ما ضفتوا السكر مش راح تطلع معكم طيبة كتير. السكر والليمون والملح والزيت هدول مكونات أساسيات فيها. هاي ضفت الزيت زي ما بتشوفوا معي، بحركه كويس مع بعضه. وهذه وصفتنا تبعت الطحينية، فهي طيبة كتير كتير زي ما حكيت لكم، جربوها وراح تلاحظوا انها طيبة كتير كتير. فهين عصرت ليمون، فانتوا عارفين يعني الليمون كويس في العصير واحد يعصره، خاص يعني في موسم الآن الرشح والحاجات هاي والإنفلونزا، فالليمون كويس مغذي كتير. فعلى ذكر الليمون، أنا جبت كمية
من الليمون كمية كبيرة وعصرته، يعني تمهيدا لرمضان ان شاء الله راح نستعمل ليمون كتير، والليمون طبعا راح يغلى، وهلقيت هو الليمون بكترة موجود، فلازم احنا نستغله، يعني نعصر ونجمد ومدامه كتير قدام راح يغلى كتير في الاشهر اللي جاي ان شاء الله. فهنا جبت كمية غسلته وفتحته قسمته اقسام هيك عشان اجهزه للعصير. فهين زي ما انتم شايفين معي. في بجمدوه كمان زي ما هو حب، فانا عملته زي ما هو حب جمدته. هاي زي ما انتم شايفين عندي المكنة هذا على الكهرباء، فهنا يعني بعصره، هي سريعة كتير فانا ما بقدر يعني اعصره على اليد يعني يدوي. ف... فهين اسرع ومريحة جدا، فبدل ما نضغط على ايدينا ونعصر يدوي لا، متعب كتير، هيك اسرع. والكمية اللي عندي كتيرة وما بقدر يعني اعصرها هيك بضغط، اضغط على ايدي ما بقدر. فهين هذا اسرع ومريحة بتنجز معانا على طول. فانا زي ما حكيت لكم انا كنت قبل هيك خزنت ليمون حب زي ما هو، بس صراحة ما عجبتني النتيجة. صح كان في عصير من جوا ومي وكل اشي، بس كان يطرى كتير معايا وما يعجبني كتير. فانا يعني ما خبيش عليكم، هذا اول مرة يعني بعصره وبدي افرزه او اجمده في الفريزر. فان شاء الله يعني هو انا فعلا جمدته وحطيته في باب الفريزر. فلحتى الآن يعني في مرتبنات قزاز. فهي زي ما انتم شايفين أنا بعد ما عصرت الكمية فهين بصفيه. هين بدأت أصفي، بس ما طبعا المصفاية صغيرة وهي كب معايا برا، فشوفت عملية متعبة هيك وما بتمشي معايا هالمصفاية زي هيك. فحكيت في نفسي خلص راح اخليه بدون يعني تصفاي، بضل التفل فيه اطعم واحسن. فلما اطلعت هيك وشفت يعني بعد ما عبيت المرتبنات وخلص واقتنعت انه ما بدي اصفيه كله، فطبعا انا بطلع هيك بلاقي فيه تفل كتير وجامد كتير وما عجبتني النتيجة. فعلشان هيك قررت اني اصفيه بمصفاية اكبر، علشان ما يضل تفل كتير فيه ويعني منظره مزعج هيك ومش مريح. فعشان هيك انا يعني فضيت المرتبنات تاني وصفيته في مصفاية اكبر. فعجبتنا النتيجة والله كتير، لانه صار هيك صافي ويعني منظره صار احلى من اول. فهين طبعا انا قبل ما اصفيه هين عبيته في المرتبنات، بس كان تقيل زي ما انتوا بتلاحظوا معايا، تقيل كتير وما عجبني، يعني ما حبيت انه يضل بالطريقة هاي. طبعا اي مرتبانات قزاز عندكم بتقدروا تحتفظوا في العصير. بلاستيك لا، لانه حيصير تفاعل وحيسبب امراض ومش كويس. فانا عندي دايما يعني مرتبانات المربى او العسل نسكافيه بحتفظ فيهن. المخللات لانه زي ما انتم عارفين اذا احنا بنعمل مخلل وبدنا نخزن وبدنا نحط زيتون او مخللات او العصير ليمون زي هيك، ما هو كويس ابدا، لانه بتصير تفاعل بين البلاستيك وبين الحمض اللي احنا بنخزنه فيه. فالاحسن دايما دايما عندكم مرتبانات قزاز احتفظوا فيها للمخللات للعصير زي هيك الليمون. فانا ما اخبيش عليكم، يعني اول مرة انا بدي عصرت الليمون وبدي اخزنه بالفريزر. فوالله انا يعني انا هلقيت بسجل صوت على الفيديوهات هذه يعني تقريبا بعد اسبوع ونص يعني، وهو محطوط بباب الفريزر ما صار لهم اي اشي. وما شاء الله يعني تجمدوا. وطبعا انتوا حتقولوا المرتبان كبير، يعني كيف بدك يعني تنزليه بدك تستهلكيه كله؟ لا، انا راح انزله واخليه دايما استعمله لحد ما يخلص بجيب مرتبان تاني. مش هلقيت طبعا، هلقيت الليمون رخيص وكويس ماشي حاله، بس قدام لما يصير يغلى فانا هيك حصير اعمل انزل بالمرتبان استعمل واخلص منه انزل غيره. فهين زي ما انتوا شايفين مصفاية اكبر على طنجرة ستانلس. ما حطيت ألمنيوم برضو ممكن يصير تفاعل. طنجرة ستانلس هيك عميقة، فحطيت فيها المصفاية هاد الكبيرة عشان تنجز معايا وما تاخد وقت.
فهين شايفين كمية التفل اللي بتطلع من الليمون، هذه كلها كانت راح تضل في الليمون وبرضه مش هتعطينا نتيجة كويسة. فهين قلت أحسن لما بعد ما عصرته عجبني كتير كتير شكله، كان صافي وما شاء الله عليه. وصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. فلا تنسوا اللايك، بالله عليكم ما تنسوا اللايك. أنا بعرف إنه فيديوهاتي يعني ما عليها تفاعل كتير، ورغم هيك أنا بتعب وبقدم وبحاول. فرجاء انكم تساعدوني بالله عليكم، يعني ما تنسوا اللايك، مشاهدة كاملة للفيديو، شاركوا فيديوهاتي مع الأصدقاء، ترفعوا قناتي. فأنتوا عائلتي الكبيرة اللي أنا بحبها وبعتز فيها. فيا ريت ما تنسوا اللايك وتصلوا على نبينا المصطفى الحبيب، صلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله. فهين زي ما انتم شايفين ان كمية التفل اللي طلعت كبير كتير، وخاص فيه يعني بذور صغيرة كتير طلعت وكانت لو بدها تضلها مع العصير طبعا ما حيأثر. مثلا بدنا نعمل عصير، بدنا نحط على أكل، حنشوف الحاجات هذه تجينا في أكلنا أو في شربنا. فالأخ شايفين مقصفاه كيف ما شاء الله، صافي صافي كتير وما شاء الله عليه. فزي ما بقولكوا حبايبي، اللي بدها تخزن عصير الليمون ما تخزنه في بلاستيك، في اكياس بلاستيك ابدا، ولا في مرتبانات بلاستيك. فدايما القزاز هذا احتفظوا فيه تبعت. طبعا كل بيت ما بخلى، دايما يعني بش اكيد انكم بتشتريوا مربى، بتشتريوا عسل نسكافيه، اي مرتبانات او نوتيلا، يعني عادي احتفظوا بالمرتبانات هذه، للمخللات، اي شيء انتم بتعملوه في ملح وفي ليمون. فالاحسن هيك، يعني انا دائما بحتفظ زي ما حكيت لكم، بحتفظ فيهن عشان لحاجات زي هاي. حتى كنت اعمل زيتون، ما كنتش يعني مرتبانات قزاز، فكنت اخاف مثلا بدي اجيب مرتبان كبير، كنت اخاف انه ينكسر مني وتخسر كل الكمية الزيتون واشي. كنت دائما اقسمه على زي هيك مرتبانات. فكانت يعني حتى الزيتون يعني او مخللات خزنوها هيك او حطوها خللوها في مرتبانات قزاز، حتلاحظوا انه فرق كبير كبير في الطعم، طعم وصحة. يعني مش الواحد عشان يعني خاطر بدنا ناكل مخللات او زيتون او اي حاجة نروح نمرض حالنا، نعرض حالنا للامراض. لا، زي هيك بنرفع المرتبانات بعدين من يعني لما نيجي نخزن او نعمل اي مخللات او عصائر فيها حمض، فيها ليمون ملح، لازم زي هيك في الزجاج احسن زي ما حكيت لكم، صحيا كمان احسن. فالواحد عشان ياكل الاشي بنفس ويشرب الحاجة بنفس، يعني يكون مطمئن، الأحسن زي هيك نعمل يعني. فهي هين أنا يعني ما حسكت كتير المرتبانات، خليت شوي يعني منفس شوي لحد ما يتجمدوا، بعدين بحسكهم علشان يعني بلاش يفور معانا أو ياخد يعني يرتفع لفوق، عشان يكون في حيز، لازم يكون في حيز في باب المرتبان، ما يكون مليان على الآخر. أكيد فاهمين علي أنتوا. هاي الفيديو لليوم إن شاء الله يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.